الله، حسبه يا غجر. جت سليمه يا امين افندي. مش شغلك. صباح الخير يا فنديه. السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الفل. انت مالك انت؟ ماشي ماشي يا امين افندي يا سكره، بس انا ليه النهارده ليك عندي شويه مقويات عجب. الله الله الله، هو عيب ولا ايه؟ ده حتى العلاج حلو. بقول لك ايه؟ ايه؟ من بكره مش هتركب الاتوبيس ده. ليه؟ لان النقابه مأجراه للساده الموظفين وانت مش ساده موظفين. فاهم؟ يعني هو اللي موظفين. افتحي وافتحي انا صباح عيني يا رب. يا ابني يا حبيبي مكتبك هناك. بلبل بقول لك انا بلبل ها لو سمحتي، يعني لو حد سأل عليا في التليفون قولوا له في الحمام انا حنق شويه. مش معنى في الحمام؟ فنان. الله، هم الفنانين الكبار كده. اي فنان كبير بيسالوا عليه في البيت يقولوا له في الحمام. الاستاذ فين؟ في الحمام. فين الاستاذ؟ في الحمام. انا في الحمام. في الحمام؟ بيعملوا ايه في الحمام؟ عشان يشربوا القهوه على الريحه. امتى بقى ابقى مدير عام؟ خير ليه؟ عشان اعينك سكرتيرتي وارفدك. يا خفه هعينك في بيتنا ست البيت. ما تصطبح يا جدعان. صباح الخير. صباح النور. ما تتكل على وتروح على مكتبك. يلا. حاضر. الله، ده انت بتغير عليه يا عزه. بس يا حبيبي يا بتاع القوي، النبي يا عبده. والنبي ايه؟ والنبي كده؟ ايوه كده. طيب يا عزه. كمان ما يصحش، انت راجل فنان وليك مركزك، مالكش دعوه بالحريم والكلام الفارغ ده. الله يخليك، انت بس اللي فاهمني. يا عيني على الفن يا عيني. معلش هتوصل باذن الله يا حمدي. لو كنت سمعت كلامي من 6 7 سنين واقول لك يا حمدي شيل الواد من الارض تقول لي لا، شيل الواد من الارض تقول لي، قعدت تتلكع لحد ما جه عدويه وشال الواد، ويا عيني اديك قعدت تعيط ويا ريته سكت، ادى الواد لابوه. صباح الخير. تاني؟ دوسيه. الدوسيه بتاع ايه؟ بتاع دوسيه. في حاجه يا استاذ عزت؟ انا اسف جدا على اللي بيعمله الاخ الزميل حمدي معاكي. يا سيدي ولا يهمك. بس انت اللي غلطانه بقى. انت لازم كان توقفيه عند حد. اوقفه عند حده؟ لا خلاص انا بقيت متعوده على كده. قولي كده بقى. اقول ايه؟ قولي انك انت اللي بتشجعي. هو نظام خناقه الصبح. بصراحه وطي صوتك المدير يدخل. انا ما يهمنيش المدير ولا غير المدير. ماشي. انا لما اكون على حق يا انسه انا احط صباعي في عين التخين. انا كرامتي يا انسه فوق كل اعتبار. انت بتتنحنحي لي؟ طيب يا سعاد انا هشوف نحنحتك دي اخرها ايه. صباح الخير يا سعاده البيه. انت بتزعق ليه يا استاذ؟ انا كنت انا كنت بزعق. انا لا يا فندم اصل الموضوع وما فيه ان عزت دخل مكتبه فلقى متكركب خالص والدوسيهات كلها متلخبطه، وزي ما سيادتك عارف الاستاذ عزت حريص على مصلحه الشركه ودوسيهات الشركه، وخصوصا دوسيهاتها يا فندم. تعرف تقول لي حضرتك مثلا يعني ايه مركز الشركه قدام الشركات العالميه لما يكون الدوسيهات بتاعتها متلخبطه بالشكل ده يعني؟ تعرف حضرتك تقول لي يعني؟ طيب اخلص وعلى مكتبك يلا. حاضر يا سعاده البيه. سعاد ايوه يا فندم. هاتي لي البوسطه في مكتبي بسرعه. حاضر حاضر يا فندم، هجيبها لك حالا يا فندم البوسطه.